انا مش عارف بتفكروا في ايه يعني حالة البؤس والحزن والتفكير والسرحان ده معرفش يعني بقى معناها ايه. يعني مين المفروض يبقى سرحان في مين عامة يعني. الاهلي بيكسب المقاولين 3-1 بسم الله الرحمن الرحيم. والاهلي بيكسب المقاولين 3-1 في ماتش، عارف انت ماتش اللي هو ايه يعني مقلب. ده مقلب. اللي احنا فيه ده مقلب، يعني انا حاسس ان احنا في مقلب. يعني احنا بنكسب بايه؟ رضا. عارف انت الحمد لله. الحمد لله كويس عدت كذا كده. اه يعني انت اصلا بسم الله الرحمن الرحيم اول 23 دقيقة انت ما شطتش كرة على الجون. اول 23 دقيقة ايه؟ اول 28 دقيقة ما شطتش كرة على الجون. الكرة اللي انت بدأت تشوطها على الجون كانت كرة الجون اصلا، اللي هي اساسا رفعت من امام عاشور وبقى هي دي الجون. دي الكرة اللي اتشاطت اصلا على الجون. لكن قبلها انت ما شطتش اصلا على الجون قبل كده. بس وعملت حلق حوش والكرات تتبصى من هنا وهنا، بس انت اساسا يعني بتبدا من الدقيقه الخامسه باصابه كريم فؤاد. اصابه يعني كريم فؤاد ده جه. يعني انا ما اعرفش اقول ايه بصراحه، يعني يعني مش عارف اقول اي حاجه طبعا، طب تبقى غلط ولا ايه مش عارف يعني. الحاجات اللي زي دي بتبقاش عارف انت تتكلم في ايه. يعني فاهم. بس اللي هو يعني الله يكون في عونك والله يكون في عوننا عامه، يعني فاهم، بس انا مش فاهم بجد هنقول ايه. يعني مش عارف يعني. عارف انت ايه كريم فؤاد ومحمد محمود ومحمود متولي، يعني في لعيبه كده جت واشرف داري بيجوا الاهلي. هم لعيبه عندهم موهبه ولعيبه كويسه. بس الفكره ان الاصابات جايه معاهم، يعني هم بيمضوا على العقود الاصابات جايه معاهم. يعني كريم فؤاد اتنين صليبي. والدخله دي او النزله دي برجله دي شكلها التالت، ربنا يستر ان شاء الله ما يكونش التالت، بس شكلها كده فيها حاجه كده برضو في الركبه. فهو يعني طب وبعدين طيب. طب وبعدين طب انا مين طب يعني، طب انا مين يعني يلحقني. طب انا دلوقتي لما بجيب بكون جايب مثلا جايب صفقات 29 صفقه مثلا. عندي 29 لعيب في القايمه. تمام. نصهم بيبقوا مصابين. يعني نصهم بيبقوا مصابين ومصابين طول الموسم. يلعب لك ماتش يتصاب، يلعب لك 10 دقايق يتصاب، مش بتكلم على كريم فؤاد على كله عامه. طب انا مين يلحقني طب من القصه دي. القصه اللي معانا بص من 15 سنه. يعني يعني طب وبعدين طيب. يعني القصه دي موجوده من وانا موجود في ثالثه ابتدائي، طب يعني ملهاش حل. يعني كل حاجه اتطورت دي كمان ملهاش حل ولا ايه؟ وحاجه كمان غير انها ملهاش حل. هو الباك اليمين ده ملوش حل عامه، يعني هو محمد هاني حتى لما يجي يعتزل. طيب يعني هيلعب وهو برضه قاعد على كرسي ولا ايه بالظبط؟ كل لعيب بيلعب في الباك اليمين ده بيبقى طين. عمر كمال انت معلق وحش. تمام. مين تاني؟ محمود وحيد، عارف انت ايه، لا مش محمود وحيد. مين احنا جايبنا لعيبه برضه اللي هو طفش. يعني احمد عيد. كوسون طيب. ماشي يعني مش فاهم يعني اللي هو فاهم كله كان بيقول ايه، طب خلاص طالما محمد هاني انت هتريحه يبقى كريم فؤاد. مفيش 5 دقايق على طول نزل احمد عيد. نزل احمد عيد يبين لك ان كل سنه وانت طيب. ماشي ما علينا. تمام. بعد كده انت بتكمل بقى. تمام. ولا في اي خطه ولا اي حاجه، بص يعني نفس الايه الكره بتاعت كل ماتش. ولا اي خطه ولا حاجه، بتخش بالعمق بتخش بالاطراف بتخش باي حاجه. مع ان اللي اتفرج على ماتشات المقاولين اللي فاتت اغلب اللي جون جاي من الاطراف. وانت النهارده جبت جوان من الاطراف. طب انت ليه من اول الماتش ما بتلعبش اللي جوان من الاطراف؟ وكمان انت مش بتلعب بخطط انت عاملها، لا ده كمان بتبقى مهارات من اللعيبه نفسها. اللي هي اللعيبه اصلا نفسها اللي هي مخستعه معاك كده كده، هي هم مخستعين وانت مخستع. بس اللي هو ايه، هي مهارات من اللعيبه. يعني فاهم، مهارات من مثلا يوسف بالعمري من امام عاشور. مهاره من تريزيجيه ان هو بيخش ايه مهاجم تاني مع مروان اوتاكا. لكن حاجه من المدرب انا ما شفتهاش ولا في الدفاع ولا في نص الملعب ولا في الهجوم. يعني المقاولين المفروض ان هو المقاولين داخل جايب كام جون عامه في الدوري كله. جاب كام جون؟ جاب 12 جون. جاب فيك ال 13. يعني المقاولين من اضعف الهجوم اللي موجود في الدوري. المقاولين من اضعف الدفاع اللي موجود في الدوري. ومع ذلك مع ذلك تمام جاب فيك جول. ومع ذلك هو شايط عليك 13 تسديده. مع ذلك هو كان بيهدد الجون بتاعك كذا مره. ومع ذلك هو جاب جون واتحسب تسلل. فهو لا احنا رايحين في داهيه. احنا بقى اي فريق برضو اي فريق بينزل بيلعب كرة قدامنا. اي فريق بننزل هو بيبقى هو اللي بادئ الخطوره الاول، وبعد كده احنا ايه بنرد عليه، مش احنا اللي بادئين او احنا اللي داخلين، لا احنا بالرد فعل على طول. في اي حاجه. لغايه ما بيجي لك جون لمسه حلوه جدا من يوسف بالعمري بيودي امام عاشور. تمام. امام عاشور ايه يعدي من المدافع. تمام. يرفعها حلوه قوي بيمينه. وتريزيجيه اللي هو حرفيا هو اساس النادي الاهلي الدوري ده او الموسم ده هو تريزيجيه. في افريقيا وفي الدوري. في افريقيا هو هداف الاهلي.
في الدوري، هو هداف الاهلي وهداف الدوري بثمان اهداف، هو تريزيجيه. باقي اللعيبه ما علينا. تريزيجيه بيسجل لك الهدف الاول برأسيه حلوه جدا، وتبقى انت مخلص الشوط الاول 1-0 باداء يخنق. لا، وكمان هي مشكله الكوره دي، يعني ايه الكوره مهويه، فبنرمي الكوره علشان ايه ما نلعبش بالكوره العاديه، علشان اللعيبه هو ايه يعني. هي المشاكل دي بتحصل في اي حته في العالم طيب؟ يعني ولا احنا يعني احنا موعدين بانديه متخلفين ولا ايه بالظبط؟ يعني انا اخلص من كل المشاكل عامه، اخش في مشكله الكوره المهويه، وانا مش هلعب بالكوره الا لما تكون مش مهويه. طب انت مستني يعني انا دلوقتي كوره مهويه وخناقات مع الاداري بتاع المقاولين والكلام ده كله، اكيد مش انا في البيت هحلها لك او اللي في المدرج هيحلها لك. هو مش النادي ليه لعيبه؟ هو مش النادي ليه اداريين؟ مش ليه جهاز فني؟ مش ليه جهاز اداري؟ مش ليه مدير كوره؟ يا باشا ما تحل يا باشا، ما تحل. هو ليه كل حاجه اللي هو ايه؟ اصل الكوره كانت مهويه. انا مالي، انا مالي، انا كواحد انا مالي الكوره مهويه والكوره مش مهويه، بان انت مش عارف تلعب. انا مش قصتي كل الكلام ده. والشوط الاول بيخلص 1-0 للاهلي، ومفيش اي حاجه انت عملت فيها، بس مفيش اي حاجه. ماتش شوط اول ممل. شوط اول انت لو شفت الكور اللي راحت فيه عامه، عدد اللعيبه اللي اتشنكلت على وشها على خط الايه، يعني على الدكه كده، ده كل لعيب بيخرج من يعني خط التماس دي متشنكل على وشه، واخد واحده تحس انها في حمام سباحه، اكتر من عدد الكورنر واللمسات والباصات وكل حاجه. بتخش الشوط الثاني. الشوط الثاني عملنا ايه؟ الشوط الثاني بقى لا يعني ده المقاولين هو اللي دخل عمل. المقاولين هو دخل بيضغط، هو اللي بيروح، هو اللي بيحاول وبيباغت لغايه ما يجي لك جول من المقاولين. بس بترجع للفار بتحس التسلل. لعيب كده ايه هجاص، تمام تمام، هو عارف ان هو عبيط عامه، تمام. جاب جون وفضل يحتفل واحتفالات ملهاش لازمه زيه، فالجون اتلغى. تمام. فالدوريات يعني في الوقت اللي زي ده بيفكرك بدوري 2019، ان انت هتلاقي حتى لو لعيبه بتشجع الانديه تانية، هتلاقيها في الانديه اللي هي على العكس، وهي بتلعب هتلاقي لما تجيب جون تحتفل علشان هي عطلتك. يا ريت بقى احنا نحس على دمنا، يا ريت بقى ايه اللعيبه بقى تسترجل. معلش احنا بنطلب حاجه فوق طاقتكم والله العظيم، يعني طبعا ان انتوا تلعبوا ان انتوا تسترجلوا الاثنين، فمعلش معلش والله. فانت بقى اصلا بتكمل بعد كده زيزو بيطلع، تبديل زيزو وديانج ينزل بين رمضان وبن شرقي. زيزو طالع. انت عملت ايه طول الماتش؟ يعني انت كنا بنستخدمك في السرعات مفيش، عرضيات مفيش، طب باصات العاديه باصات مفيش. طب فانت متضايق ليه يعني؟ نفس الماتش اللي فات برضه بن شرقي كان متضايق وطاهر محمد طاهر كان متضايق. ما انتوا لعبكم ضايع، انتوا لعيبه مقرفه، فانت ضايع يعني انت ضايع متضايق ليه؟ انا ليه افضل مثلا مقعدك لغايه الدقيقه 90 طيب وانت اداك هباب؟ انا هعمل بيك ايه طيب يعني؟ ما طبيعي اطلعك. بس انا مش هتكلم في مدير كوره، تمام. اي حد هنغرمه غرامه ماليه والكلام ده كله، هتغرموه كام غرامه ماليه؟ 150 جنيه ووجبه يعني، او ايه ده؟ يعني بجد يعني ايه ده؟ ايه الغرامات دي عامه؟ ده لو بتتحصل اصلا، دي لو بتحصل. بعد كده انت ايه بتنزل بن شرقي والله انا نسيت والله العظيم، اللعبه مقرفه. بعد كده كام كوره من بن شرقي لامام عاشور عملت منها هجمه حلوه جدا. بن شرقي لامام عاشور يقوم خاطفها ويقوم مسجلها، والهدف الثاني للاهلي. فاهم؟ انا بص انا كده على فكره مش بنط لك، ده كده احداث الماتش. يعني أنا مش بنط لك من حته لحته، لا 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 والله دي احداث الماتش فعلا. يعني انت اصلا لو ما شفتش الماتش دي احداث الماتش، اللي هو احنا بنفضل قاعدين. باصات يمين شمال، رمي التماس، فاول، كره عرضيه، كره بتتقطع، كره وقعت، كره راحت، جول على طول. فاهم؟ الكوره مش عارف كذا، كوره كذا، تسلل. احنا بنفضل كده بس لغايه ايه ما يجي لك الجون بتاع المقاولين. الجون بتاع المقاولين ده مضحك قوي. يعني ده ما يحصلش مثلا في الناشئين، والله ما يحصلش مثلا عارف انت في براعم خالص. كرة من ناحيه اليمين، تمام، من ناحيه اليمين بتاعت المقاولين، ناحيه الشمال من عندنا، تمام. الكوره معروفه، الواد هياخد الكوره كده، يا اما هيرفعها عرضيه يا اما هيرفعها يعني هيعملها على بره. ياسر ابراهيم تقريبا ما اعرفش ماسك لوحده، مش عارف ماسك مين. ادي رياض ماسك لعيب، ماشي. محمد سالم راح عند النقطة بتاعت منطقة عند ضربة الجزاء لوحده، لوحده. الحتة دي هو ممكن يعمل فيها حمام سباحة، ممكن يعمل فيها شقة، تمام، سوبر لوكس دوبلكس. ممكن يبني فيها عمارة، تمام، ويأجر للسكان إيجار جديد وقديم، يعمل أي حاجة.
كرة جات له شاطها على طول عادي جدا وجون، فاهم؟ ما يسالش عنها شوبير، يسال عنها ايه الاربعه مدافعين اللي هم عاملين ازاي. طب في واحد هنا، في واحد ايش يسال عليهم مركز ستة اللي هو كوكا، ما هو نزل مكان مروان عطيه. تمام، انت واقف فين؟ عامه مفيش. بس فبيجي في الجون المقاولين يحسب لك 9 دقايق وانت بدل ضايع. المقاولين برضو بتضغط، بتحاول، بتروح لغايه ايه مكان كوره للاهلي، تمام، حسين الشحات. تمام، وحلاوه يوسف بالعمري. يوسف بالعمري مشى الكوره من قدام الواد، وبعد كده عمل الكوره غمزها لحسين الشحات، ضرب بيها التسلل، حسين الشحات دخل شاط، فضلت دربكه دربكه لغايه ما دخلت في الجون كده، عارف انت معديه داخل الجون كده، يبقى فاهم ماشيه، فاهم؟ والجون التالت للاهلي. بس هو بكلمك ايه، ان الاهلي بيكسب بمهارات فرديه من اللعيبه، مهاره فرديه من يوسف بالعمري، جراءه من يوسف بالعمري، مهاره من امام عاشور، سرعه تحول من تريزيجيه، قطعه من تريزيجيه، رجوله من تريزيجيه، روح من تريزيجيه، قتاليه من تريزيجيه، عزيمه من تريزيجيه، كل حاجه من تريزيجيه عامه، فاهم؟ لكن باقي ما فيش اي حاجه يعني. بس وكوره تاني بن شرقي بيجري بيها، خطف بيها، كان الناحيه التانيه في حسين الشحات وكان في مروان اوتاكا، لكن العيب بتاع المقاولين بيوقعه وبياخد طرد هو اصلا. وبس ماتش بيخلص 3-1. ماتش يعني كل ماتشات الاهلي يعني انت اصلا بتبقى ايه، يعني بص بنقول الكلام ده، بس الماتش الاهلي اللي جاي تمام نبقى قاعدين ومستنيين، فاهم؟ واللي هو يلعب الاهلي، لان احنا بنحب النادي مش بنحب اللعيبه، احنا بنحب النادي، فاهم؟ ودي تفرق، بنحب النادي ما بنحبش الاداره، بنحب النادي ما بنحبش اللعيبه. فهي بص عشان ايه، عشان الواحد بس يبقى مفرق، تمام؟ عشان الناس بتقول ايه، لا ما تجيبش اللعيبه كده، اللعيبه هم الاهلي، لا اللعيبه مش هم الاهلي، الاهلي ده حاجه والاداره دي حاجه واللعيبه دي حاجه، بس عشان نبقى مفرقين. بس وانت بتبقى ايه في عدد الاهداف، عشان بس لازم نكون مركزين في حته عدد الاهداف دي، عشان عدد الاهداف دي ممكن تحسب لنا دوري عامه. فانت 40 نقطه مع بيراميدز ومع الزمالك اللي هو عنده ماتش مع الاتحاد السكندري لسه. عدد الاهداف 32 هدف للاهلي، 32 هدف لبيراميدز، 32 هدف للزمالك، لكن عدد الاهداف اللي داخله فينا اكتر من الزمالك واكتر من بيراميدز. الحمد لله، ماتش وعدى. تمام، الحمد لله ان احنا بنجمع نقط، ما نفقدش نقط اكتر من اللي فقدناهم، والسلام عليكم، مفيش رغي تاني. 12 دقيقه ليه اصلا على الماتش؟